تعلم بأن السيد عبد المجيد كان صادقا؟ أبو أحمد بس شوي عند استاذن 5 دقائق وراجع. السيد عبد المجيد كان صادقا عندما تكلم عن الحليب غبرة، إنتاج الحليب غبرة، لكن معظم الناس ظلموا السيد عبد المجيد لأنه كان صادقا بكلامه. شوف أخي العزيز، هذه أفريكوم منصة مختصة في ما يسمى بالجزائر. هذه الجزائر أدران هي التي تكلم عليها السيد عبد المجيد. أدران الجزائر، أدران كاليفورنيا الأفيون. بس هذه الشجرة هذه ديال الخشخاش هذه. اسمع يا بهدر، الخشخاش هذه لا تجرح هذه الوردة، ماذا ينزل منها؟ هذا يسمى الخشخاش، نبتة الخشخاش. نعم، هذه الوردة ينزل منها الحليب، ينزل منها حليب الذي يجعلك في عالم آخر. نعم، وبعد ما هذا تجمع هذا الحليب تصنع منه الغبرة. أما فيما يخص أخي العزيز الهكتارات فهي، شوف يا أخي العزيز، الإنجازات لا يقل عن 75,000 نبتة أفيون، وهنا 26,000 يا أخي العزيز، وهناك كذلك حتى 125,000 هكتار. شفت يا أخي العزيز، والله العظيم أنتم تظلمون السيد عبد المجيد، تظلمونه. وعلى فكرة دكتور جبار، حتى في زراعة الحليب هو صادق، لأن في هناك حليب يستخرج من فول الصويا ومن اللوز. هو زرع لكن هو ما عندوش مع ذاك الحليب، وما ذاك الحليب اللي كتكلم عليه انت رخيص. الحليب اللي باغي هو ينتجو راه غالي، كيتباع بالجرام ديال الغبرة. غبرة هذاك. هذه الحقيقة. واش ظلموا عبد المجيد الاخوان ديالي؟ واش ظلموا؟ يزيد ان شاء الله العدد الثاني والثالث والرابع والخامس ان شاء الله. انا السيد عبد المجيد انا كنصدقوا، انا كنصدقوا والله. شوف اخي العزيز، فيما يخص هذه المخدات ديال السيد عبد المجيد، والله اكتشفت اشياء غريبه جدا كهذا الشيء مثلا. وهذه من منصه جزائريه. الجزائر اصبحت مملكه. عندما تقول هذا، شوف حتى لا يقولون هذه منصه جزائريه. انت اقرا معي، اقرا: الجزائر المملكه الجديده لخشخاش الافيون. وبأدرانة 43,000 نبتة يا أخي العزيز، 15,000 24,000 180 كيلوغرام. عادوا أصبحوا يصدرون هذه المنتجات. شوف ولفي أبو أحمد، أنا يظهر لي منها بعد أن 400 مليار الذي كان يتكلم عليه السيد عبد المجيد، بحكم ما قرأته في هذه النوعية من الزراعة، حتى ممكن أن يصل إلى 4,000 مليار أخي العزيز. يوصل 4,000 مليار دولار السيد عبد المجيد. هذه الزراعة هذه تباع بالجرام أخي العزيز، راها منتجة كثيرا. بدر، عارف شكون اللي كيستهلك بزاف الافيون؟ المنتجات الصحيه المفروض. لا، في اسيا بس المتوسط بعد لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام فيصل، بارك الله عليكم. كنسمعكم كل مره، نتمنى انكم تسمعوا الصوت نتاعي مزيان، لانني في احد المقاهي الاثريه بمدينه طنجه. مرحبا. وانا بغيت غير واحد الرساله نعطيها الاخوه الجزائريين اللي كل مره يصدعونا وش اي مقهى شو سميتها؟ المدينه القديمه بمدينه طنجه. فيها مقاهي جميله ياتيها الزوار من كل انحاء العالم.
سميتها ساحه 9 ابريل. هذا قريب من المطعم العشاب اللي كان داخل المدينة. طبعا قريب، كتعرفوا قريب جدا. مطعم العشاب هو جد قريب من فندق المنزه. صحيح، بس ماشي العشاب الاصلي اللي جاء ورا الدوليز اللي في الهبطه. انا عارف العشاب، نعرف هذاك الاصلي، هذاك اللي جاء في الهبطه. الاصلي طبعا عارف الاصلي. انا خرجوا العشابين بزاف، شي 4 ولا 5 اخرين، ولكن الاصلي عنده نكهه رائعه. مرحبا بك، اهلا وسهلا. بس الدكتور جبار يكمل دخلت بس كان يتكلم. الدكتور جبارة بس كان عنده مداخلة يكملها. طبعا فقط أسردوا الوجه الاقتصادي للجزائر، لأن أصبحوا القوة الضاربة في إنتاج الخضار، حتى أنهم أزاحوا أفغانستان من على العرش بهذه الصناعة. أصبحوا يصدرون لأوروبا وحتى لأمريكا. أنا قلتها لكم حذاري ثم حذاري، لا تستهينوا بالسيد عبد المجيد عندما قال 400 مليار. أنا أظن بهذه الزراعة وهذه النوعية من الزراعة سوف يصل إلى 4000 مليار دولار. صحيح، بس يعني هذه المشكلة المياه عندهم، هذه ما راح تأثر على الزراعة هذه، لأن عندهم أزمة مياه هم. مع ان الجزائر تعوم على بحيرات باطنيه من المياه، لكن ما ادري شو سبب عدم استغلال هذا الثروه المائيه اللي عندهم. لا، واش كتهضر على، كتكلم خويا بدر، كتكلم على المياه الجوفيه الغربيين. الجوفيه عندهم مليار متر مكعب. نعم، هي شديده الحموضه والملوحه. يعني غير صالحه. غير صالح لأي شيء، لا يصلح لأي شيء. لا يصلح. وعلى بعد 1000 متر من سطح الأرض. أوكي. لا تصلح لأي شيء. كان عندي فكرة أن عندهم مياه جوفية، بس ما عرفت المعلومة أنها غير صالحة. لا غير صح. شديدة حموضة بمعنى أنها تستطيع أن تذوب الحديد. يعني مثل بحال التيزاب او ما يسمى ماء النار اللي هو تبع البطاريات. شديدة الملوحة فيها الملوحة، ما تقدر تسوي بها أي شيء. وحتى الحموضة أخي، يعني غير صالح للشرب وغير صالح للزراعة وغير صالح لأي شيء في لا يصلح لأي شيء بداية. يعني ما فيها حيوية الماء، ما فيها، مات من الحيوية. أيوة. وكذلك حتى إذا أردت استخراجه فهو على بعد 1000 متر من سطح الأرض. دكتور جبارة، طلع في مكالمة مسربة تكلم فيها ماكرون عن الجزائر وتبون. لا دقيقة أنا سوف سمعت، وأنا دقيقة وأنا سوف أظهره للجميع حتى يسمعون ما قاله ماكرون على الجزائر. أنا أبحث عن الأوديو، ما هو هناك عدة أظنه هو هرب. دقيقة أنا أعطي لكم بدقيقة. قوة الضاربة، قوة الخاربة. تصحيح المصطلح، القوة الضارطة ما يساوي بالحاتقة. ولا شو رأيك يا بدر؟ روح. لا والله أنا يسمونها أمتنع عن التصويت.
كويس حقيقة واقع يا بدر. كويس انضباط على ما دكتور جبار يجبد لك شيء. تفضل. السلام عليكم. نتمنى تسمعوني مزيان لانني في واحد المنطقه سياحيه. نقول لكم السيد ساركوزي عندما كان رئيس لجمهوريه فرنسا وكتب واحد المذكرات نتاعو، طبعا كان رئيس وفي نفس الوقت كان عبد العزيز بوتفليقه الله يرحمه كان رئيس الجزائر. كتب في مذكراته أنما كلما التقيت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقه وإلا يتكلم عن المغرب، ولكن عندما ألتقي بجلالة الملك محمد السادس فهو لا يتكلم أبدا عن المغرب، لا يتكلم أبدا عن الجزائر. يعني هناك فرق بين النظامين، هناك نظام واثق بنفسه هو النظام المغربي، والنظام غير واثق بنفسه هو النظام الجزائري. والآن أنا نقول لكم شيء آخر، هو أنا نتمنى الإخوة الجزائريين يكونوا يستمعوا لي باش نعطيهم بعض الأرقام لكي يقارنوا بين النظامين، لأن كل مرة كيجبدوا المغرب دارنا دار ما دارناش. غادي نعطي بعض الأرقام اللي غادي تعطيهم واحد الفكرة. مثلا الناتج الإجمالي في الجزائر هو 200 مليار دولار، أغلبيته غاز وبترول طبعا. والناتج الإجمالي في المغرب بين 160 و 170 مليار دولار. ولكن الحد الأدنى للأجور في الجزائر هو 150 دولار، والحد الأدنى للأجور في المغرب مؤخرا زاد ب 100 دولار، يعني يرجع 360 دولار. وإذا قارنا بين الرواتب في القطاع العام فقط، يعني راتب المعلم والمهندس والإداري، فهو على الأقل 3 مرات من الراتب المعلم والمهندس والإداري في الجزائر. يعني هنا نعرف ما هو النظام الصالح، من هو النظام الطالح. يعني الإخوة الجزائريين يجب أن يكونوا متعقلين. أنا أتكلم مع الإخوة الجزائريين اللي شادين في النظام نتاعهم أنه يدافعوا عليه، ولكن نقول لهم بأن العزة ما لازمش تديهم الإثم. يحاولوا يشوفوا الأمور داخليا ويبعدوا على فكرة المؤامرة، لأن المؤامرة قتلتهم. كيقولوا التطبيع دائما، التطبيع المغرب مطبع. أنا شخصيا أقول لك شيء، مبدئيا أنا ضد التطبيع مبدئيا، ولكن أنا مواطن لست في مستوى السياسيين المغاربة اللي عندهم معطيات أدت إلى التطبيع لا أعلمها أنا. ولكن أنا شخصيا عندما أقارن وبكل نزاهة، عندما أقارن ما فعلته إسرائيل للمغرب وما فعلته الجزائر للمغرب، فأظن بما أننا لدينا علاقات دبلوماسية مع الجزائر، فلماذا لا تكون علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟ يعني أن الجزائر بالنسبة لي هي أفضل من إسرائيل، ما فعلته ضد المغرب أفضل من إسرائيل. يعني أن الإنسان عندما يريد أن يعطي رأي في واحد الموضوع لازم يعطي المقارنات، عاد يعطي الرأي ديالو. الجزائريين كذلك المرء الذي يذهب إلى المسجد ويصلي الصلاة بدون اغتسال وبدون وضوء. مع الأسف هذا هو النظام الجزائري، عنده شعارات من أجل الضغط على المواطن الجزائري ليبقى دائما ليدافع على بلده رغم المشاكل الداخلية، لأن الجزائر خلقت من طرف فرنسا واستعمرت من طرف النظام الجزائري الحالي، هو امتداد للاستعمار. لا يوجد استقلال في الجزائر. أنا كنت نتمنى تكون الجار تاعنا الجزائر اللي عنده بترول وغاز يكون مثل السعودية، مثل الكويت، مثل الإمارات، مثل قطر، دول اللي دارت التنمية للشعب ديالها، دول اللي عندها أنظمة صالحة للشعب ديالها. مع الأسف حنا عندنا الجيران تاعنا حتى الخيرات نتاعهم ما عرفوش يستغلوها، ونتمنوا أن الجزائريين قطعا كلامك سندباد بيني وبينك
شوف البترول ما بترول والطاقات والشغلات هذه أشياء بديهية، ولكن تحريفها بعقلانية واستخدامها بعقلانية مع عقول الرجال راح يكون شيء جميل. بيان سور طبعا، لأن الفرق هو الإنسان ليس الناس. الفرق هو الإنسان. أقول لك شيء، أنا كموظف في القطاع العام كنت في السنة الماضية عندما أذهب إلى الطبيب وأشتري الأدوية كنت أدفع 50% من الواجبات، والآن مع التغطية الصحية الشاملة لا أدفع أي سنتيم. صح يعني، وهذا طبعا هذا لم يعمم على كل المغاربة، ولكن في طور التعميم، لأن هناك دكتور جبارة عنده تسجيل بيسمعنا بعد. اوكي، بس في تعقيب على الاخ سندباد بالنسبه للنقطتين، هم النقطه الاولى اللي قضيه التطبيع او مسمى التطبيع، هذا مسمى خاطئ والذي ابتدعه الاخوان المسلمين. التطبيع باللغه او بالمعجم هو عوده العلاقات الطبيعيه لسابق عهدها، وبالاساس لم تكن هناك يعني علاقات لترجع، انما هي معاهدات سياسيه ودبلوماسيه. النقطه الاولى. النقطه الثانيه لما قلت البترول واستغلال البترول، المشكله هم الاستفاده من البترول 35% والباقي و65% يذهب لفرنسا. نعم مع الاسف. لذلك دكتور جبارة نشوف التسريب اللي عندك. مرحبا. حتى انا عندي واحد المهم بعض الاشياء اللي نقدر نصححها، ولكن ماشي مشكل. نشوفوا التسريب ديال ماكرون، سوف اشرح لكم ماذا قاله ماكرون. كما حث الرئيس الفرنسي في تسريب الصوتي للأوروبيين على التعامل الذكي. سمعتي باش نعاودها لكم وتسمعوها، ونعطيكم الشرح ديالها وحده بوحده واخا. تبون مجرد دمية، هو فقط اسم ممثل، لا يأخذ أي قرار صائب. الجزائر ليست لها رؤية جيوسياسية، ما عدا التهكم على المغرب أو ملاحقة المغرب الذي لا يعيرها أي اهتمام، الذي سبقها بأميال أو بسنوات ضوئية. هذا ما قاله ماكرون، وهناك الكثير من هذا. أنا سأقول لك بأن هذا النظام العسكري وقال ايضا في التكمله بان المغرب لو اردت ان تنهي جزائر لانهته في دقائق معدوده. حقيقة أنا نريد لو أراد المغرب نية إيذاء الجزائر لاتهمها في ظرف قياسي. أما الجزائر لو كانت للمغرب نية إيذاء الجزائر لالتهمها في ظرف قياسي. أما الجزائر فهي مجرد سوق للخردة الروسية. تسريب صوتي جديد منسوب لماكرون يقلب مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تداول نشطاء التسجيل الصوتي. نعم صحيح، أنهم لو أراد المغرب لالتهمها في مدة قياسية. الحقيقة الذي يتعرض منها هو الدنيا. نعم دمية فقط في يد الكبرانات ويد فرنسا يتلاعبون به كما شاءوا. شوف، أنا سوف أجيب الأخ العزيز عندما تتكلم عن الناتج المحلي وسرد الأرقام. شوف أخي العزيز، تخصصي اقتصاد دولي، نعطيك بعض المعطيات
سوف أثبت لك أن ما قلته في 2018 صحيح 100%. أنا ماذا قلت في سنة 2018؟ أنا أوريك الفيديو اللي عندي. قلت بأن الجزائر كانت تسرق ثروات مالي بتواطؤ مع فرنسا، كانت تسرق الغاز والبترول المالي بتواطؤ مع فرنسا، وكانت تصدره مما جعلها تتعدى الأزمة. وعندما استفاق الماليون بهذه السرقة، خويا سيدي ما دقيقة خويا حبس الميكرو، سيدي ما حبس الميكرو. وعندما عرف هذا أو علم على هذا السرقة الماليون، طردوا الجزائريين من كدال، مما جعل انخفاض مهول في صادرات الغاز والبترول الجزائري الذي يتعدى 50%. ونعلم جيدا أن معظم صادرات الجزائر هي مبنية على إنتاج المحروقات. هنا أخي العزيز، ما يثبت كلامي وما ثبت عن كلامي كان صحيحا. هو في سنة 2019 كان الناتج المحلي الجزائري 171.8 مليار ديال دولار. حاليا في 2023 ماذا نجد؟ نجد أن عبد المجيد تبون قرر ضم القطاع الغير مهيكل إلى الناتج المحلي الجزائري، وهي الأولى في العالم. ولا دولة في العالم تجمع القطاع الغير مهيكل ضمن الناتج المحلي. حسب وزير المالية الجزائري يتكلم عن 32 ألف مليار دولار، 32 ألف مليار دينار. ضمن 32 ألف مليار دينار توجد 10,000 مليار دينار الذي ضمها عبد المجيد تبون ووزارة المالية الجزائرية إلى الناتج غير إلى الناتج المحلي، مما يجعل الناتج المحلي الجزائري لا يتعدى 22 ألف مليار دينار. بحكم أن الدينار لا يصرف ولا يتم تصريفه في أي دولة في العالم إلا في الجزائر، وحتى البنوك الجزائرية تأبى تصريف أو أن تحول لك الدينار الجزائري، فهنا نضطر إلى العودة إلى القيمة الأصلية للدينار، لأن ليس هناك مصرف أو بنك سوف يعمل على تحويل الدينار إلى دولار أو دينار أو قورو. أننا نرجع إلى البحث في القيمة الأصلية للدينار. القيمة الأصلية للدينار تتعدى 225 دينار للدولار الواحد، تتعدى 225 دينار للدولار الواحد. نحن سوف نأخذ فقط 220 دينار للدولار الواحد. 22 ألف مليار دينار نقسمها على 220 كتعطيك 100 مليار دولار. 100 مليار دولار هو الناتج المحلي الصحيح أو أقل ب5 مليارات، أو لأن هناك قياس لا يتعدى 100 مليار دولار بل أقل. 100 مليار دولار مقارنة مع 172 مليار دولار التي كانت في 2019 تثبت أن الجزائريون كانوا يسرقون الغاز والبترول توديني بكدال في مالي. وعمد النظام الجزائري على إخفاء هذه الحقيقة بتزييف الأرقام وضم القطاع الغير مهيكل في الناتج المحلي. هنا نرجع إلى الناتج المحلي حسب الفرد في الجزائر لن يتعدى 2200 دولار في السنة، تجعلهم في آخر الصف من مؤشر التنمية البشرية في إفريقيا، وراء مالي أو وراء الصومال أو وراء حتى مالي. هذه هي الحقيقة التي يريد أن يخفيها النظام الجزائري. وإذا أردت أكثر توضيح لدي ما أوضحه أن الجزائر عملت على إنشاء 40 بئر بأدرار توات وتحويل المياه الصالحة للشرب بأدرار توات من أجل إخراج أو